بيبدأ الفيلم على غرار أفلام جيمس بوند بمشهد تسليم بضاعة بين عصابتين، وغالبا مفيش معاهم معدات إضاءة كافية، فقرروا يصوروا المشهد على كشافات العربيات فمحدش شايف حاجة أصلا. بيرجع فكري بالفلوس للمعلمة فبتقول له الفلوس دي من نصيبك، أنت اللي حطيت الخطة وخلصت على قطقوط. لا يا معلمة، أنا ما بعملش غير شغل. ما تاخدهم يا اسطى، إيه اللي ما بعملش غير شغل؟ إيه الأمانة دي؟ هو أنت شغال HR؟ ده أنتوا مجرمين. ده الخطة أنت اللي حطيتها كلها يا حبيبي. إيه؟ حبيبي؟ هي دي بقى الرومانسية والغزل العفيف اللي مفتقدينه في أفلامنا، حاجة كده تخليك ترجع. أنا بعرض عليك إن أنا أتجوزك. إيه البجاحة دي؟ ده أنا لسه بقول عفيف. بيظهر قطقوط مع المعلمة وهما بيشربوا بريل عشان مفيش فلوس يجيبوا خمرة، تقدر تقول كده عصابة لو بادجت. بتقول له انت اللي غدرت يا قطقوط، والفلوس اللي انا خدتها دي حقي. حقك اخدتيه من زمان، لكن حقي انا عارف ازاي اخده. طب اصبر كمل البريل. حتى بيروح تربو يقعد مع فكري ويقول له انا عايز الصفقة اللي داخلها المعلمة ترسى عليا وليك نسبتك. ولا كنوز الدنيا يا تربو تخليني اعمل حاجة زي كده. انسى. عارف ليه؟ عشان انا مش خاين وما بقعدش الايد اللي بتتمدلي وبراعي اكل عيشي. اصيل يا فكري. بنلاقي مشهد لنفس العربيتين تاني اللي كانوا في الاول وبينزل منهم ناس وتربو بيقتل فكري منتجيا. بنشوف بنت فكرة الله يرحمه سمر وهي عامله نانسي عجرم نسخة 144 بت وبتنشر الغسيل في مشهد متعب بصريا وسمعيا لاي انسان. ما هو كل همه ازاي يرضيه يا طب. بيجي استاذ احمد الحسن الخليجي اللي عامل فيها مصري وطالع بدور محمود، وطبعا معاه باكج عامل ايه يا باشا ومصري يعني. بيقول لها انا عايز اتجوزك، فبتقول له المعلمه نواعم مرات ابويا مش هتوافق غير لما تدفع ال 2 مليون جنيه المهر. نواعم عمرها ما هترضى الا بالمبلغ اللي قالت لك عليه. ليه يا فنانه؟ ده لو هيتجوز نانسي عجرم الحقيقيه مش هيدفع 2 مليون. حد يشوف الحلاوه دي ويختشي. تعالي يا بنت. المستفاد بقى من المشهد ده يا سيدي ان محمود محتاج يكشف نظر. بيتضح ان هو ميكانيكي غالبا يعني، وماسك حديده ما فيهاش صواميل اساسا وبيربط فيها، بعدها بيرفعها على ونش. ما تفهمش ليه، انا اول مره اشوف واحد بيعمر في طنبوره تقريبا. بنرجع لمقر المعلمه نواعم اللي غالبا كده عاملاه في جنينه الاسماك ومحمود بيروح لها. مالك؟ انت اللي مالك يا معلمه نواعم؟ يكونش الشارع ده باسمك وانا مش عارف؟ مفيش حاجة بتجيب معاك نتيجة إلا الاسم، شكله كده وحشك. اسمي قال صحيح، اللي قالوا اللي اختشوا ماتوا. طبعا انت هتقول لي المثل ده فايدته ايه هنا وايه علاقته بالموضوع؟ انا والله ما اعرفش، وغالبا ما حدش يعرف، فلو حد بقى يعرف المؤلف يساله لنا. محمود بيروح لصاحبه ويشتكي له من نواعم علشان المخرج يعرفنا ان محمود كان عايش في الخليج ورجع. قطقوط وتربو بيروحوا يقعدوا مع المعلمه نواعم وبيتفقوا على تنفيذ عمليه جديده من تخطيط وانتاج واخراج المعلمه نواعم. صاحب محمود بيمسك تابلت ويقعد يتفرج على صور امينه اللي بتحب محمود صاحبه، بس محمود ما بيحبهاش وهو اللي بيحبها لان محمود بيحب سمر وانا ما بقتش فاهم حاجه. فبنروح على طول لامينه وهي بتكلم محمود. اصل سمعت انك هتدفع 2 مليون جنيه اللي ما تتسناش. طب انا هشهدك انت يا امينه بالله عليكي، ده شكل واحد معاه 200 جنيه على بعض. بيروح عادل النجم السينمائي للمعلمه وبيقول لها ان سمر كرفاله وعايزه تلاقي دماغها شويه، فبتقول له تعالى عيد ميلادها وهتلاقي هديه. وبتروح بعدها تكلم سمر عشان توافق على عادل، ولكن وسط الكلام كده في ايه انت رخرة؟ اسمه محمود بيتخانق مع الرجاله تحت في المكتب وبيكسر في الحال. محمود بيروح القسم والظابط بيهزقه قدام نواعم وبيحبسه. الكلام ده بقى تقوله في النيابه يا عسكري. تمام يا فندم. تعالى يا ابني خد الافندي ده وديه على الحجز. اول ما بتمشي بيجيبه وبيقول له بص بقى احنا لازم نوقع نواعم وانت اللي هتساعدنا يا ريس. ودي مهمتك انت يا بطل. حاجه كده من ريحه رأفت الهجان جمعه الشوان. الفيلم فجاه قلب على جاسوسيه. يلا ما علينا نكمل. انا خايف من الواد اللي اسمه محمود ده يضيعنا ولا ده تفشل. يا معالي الرئيس اطمن، الولد ده من كتر كرهه اللي اسمها نواعم دي هيعمل معانا الصح وزياده. صح يا معالي الباشا، هو انتوا رايحين تقضوا من عنده؟ بنلاقي عادل بعد كده في مشهد مع احد الفتيات في كافيه وهو بيمارس الرومانسيه اللي ممكن تسبب عقم للمشاهدين. لازم تصدقيني يا قلبي. ما هو قلبي ده اللي تعبني. سلامة قلبك. هو مفيش غير الحديده دي في الصيانه يا عم محمود ولا ايه؟ الليسته رز دي بيعامل محمود معامله الاب لابنه، هو كمان اللي مربيه من ساعه ما ابوه مات، وكمان لما طلب منه انه يسافر الخليج عشان يكون مستقبله ما تاخرش عليه سفاره على طول.
وبرغم كده بنته بتحبه قوي وهتموت عليه، وهو عمره حتى ما حبها. لا ده حد بيحكي لك الفيلم والحبكه وناقص يقول اسامي الممثلين عشان ايه لو مش عايز تكمل فرجه، ربنا يكرمه يعني. عادل بيروح يقابل سمر وجايب لها بوكيه ورد، ومحمود بيدي درس لامينه مبرره الدرامي الوحيد ان امينه تبقى في هندسه ميكانيكا مثلا. انت بتفضل المال ولا الجمال؟ المال طبعا. ده انت خنزير يا حوده. امينه بتشتكي لصاحبتها من محمود فبتقول لها انت ترمي بالك عليه وتقولي ان هو اتحرش بيكي وهو بيديك الدرس. قطقوط وتربو بيروحوا للمعلمه، وتربو ماشي بالسلاح في جنبه بثقه تحسسك ان هو امين شرطه مش مجرم. هي كانت ناقصه محمود فعلا. يا سيدي على التجسس والحنكه. خدت على انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ انت لحقت تشوف ولا تسمع حاجه؟ بتقفش محمود بعدها، وده طبيعي يعني باللي احنا شفناه. انت مين يالا؟ عاوز ايه؟ انا اللي هخلصك من نواعم واخد حقك منها. قوم يلا اقعد هنا. طب شك فيه، قول نواعم زقها عليك تختبرك مثلا، ايه السهوله دي؟ كله من العقربه دي اللي اسمها نواعم. انا نفسي انتقم منها واشرب من دمها. لو سمعت كلامي بايدينا هننتقم منها. ايه الاوفر ده يا عم انت وهو؟ دي نواعم ولا CIA؟ امينه بتروح لمحمود الساعه 2 بالليل تقول له ابويا عايزك، فبيروح معاها. يا بابا اسكتي اسكتي. انا مش قادره اصدق عليا. معقول يا محمود انت تعمل كده؟ كل ده يطلع منك انت؟ هات فتحي ورشه. ورشه ايه يا عم رشدي؟ ده بدل ما تطلب البوليس ترقعوا علقه اي حاجه. ايه يا عم ده؟ نواعم بتقول لقطوط وتربو انها تنفذ العمليه، فبيقولوا لها كمال باشا قال نستنى، فبتقول لهم هتيجوا معايا ولا نفذ لوحدي؟ فبيقولوا لها خلاص معاكي. بعدها بنلاقيها قاعده مع كمال باشا وهو بيهزقها، فمش عارف بقى هل كده العمليه باظت ولا ايه اللي حصل. محمود طبعا بياخد شنطه هدومه وهيسيب المنطقه، فبتوقفوا المعلمه نواعم، وده لانها عرفت اللي حصل طبعا وعايزه تستغله عشان تخلي سمر تكرهه. فبتقول له مالك يا حوده يا ابني؟ مش باين ليه؟ قلبك تايه من مده كبيره، خايف تتكلم ليه؟ في عيونك حيره وحكاوي كتيره. فبيقول لها متغير ياما عن زمان، قافل على قلبك البيبان. لا وقال لها شغليني معاك يا معلمه. بعدها بتروح تقابل كمال باشا، وبيتضح ان بنته ملك هي البنت اللي عادل اللي بيحب سمر كان بيقعد معاها في الكافيه وبتحبه هي كمان، وحاجه يعني العالم قريه صغيره على الاخر. امينه ضميرها بيأنبها وبتعترف لامها ان محمود مظلوم. الشغل ده مش هينفع، الداخليه كلها واقفه على رجلي، وسمعت كلام زي الزفت النهارده. صدقني يا طارق بيه الموضوع لسه في ايدينا. احنا نسيبها الحبل على الغارق. غارق ايه يا ريس؟ اسمه غارب. غارب. بيوصل محمود وبيقولوا له ان النواعم فلتت منهم، فبيقول لهم ان كده قطقوط ممكن يشك فيه، فبيقولوا له اطمن. سوء التفاهم اللي بينك وبين رشدي جه في صالحك. عم رشدي وانت عرفت ازاي؟ انت نسيت ولا ايه؟ صح، انتوا ما تستخباش عنكم حاجه. اشرد يمه اشرد. ليش يشرد؟ شنو اجى حسونه ولا اشعل بحمار؟ ولك اجل يشعل ابوك. منو؟ ولك جت الحكومه. الشغاله بتروح تقعد مع سمر اللي ماسكه نفس التابلت اللي كان مع كريم. هم تقريبا بيخمسوا فيه، اللي بيخلص المشهد بتاعه بيديه للتاني يصور بيه. الشغاله بتقول لها فكك من محمود وخليكي مع عادل، فتاني مشهد بنلاقيها مع عادل. الله الله الله. والفيلم ده من اخراج مين يا عادل بيه؟ ملك انت فاهمه غلط. ملك كلكم زي بعض، كاس واحد. يا ملك استنى. ملك استنى يا ملك. ملك اسمعيني. ملك عادل. كمية حبكات في مشهد واحد يعني انا مش عارف اقول ايه. وبعدين ايه السرعة اللي ممكن تمشي بيها عربية في شارع بالحجم ده علشان تقتل واحد؟ دي لو جت تخبطه ممكن ينط من فوقيها. وبعدين اللي بيقول ملك هو بيغرق ولا بيعدي الشارع؟ تصدق بقى ان هو يستاهل يتخبط؟ بيتضح بعد كده ان العربية اللي قتلت عادل بتاعت نواعم، يعني حاجة غير متوقعة خالص. كده بقى نواعم مش لوحدها وشغاله مع حد تقيل قوي، عشان كده يا خالد لازم القضيه تتقفل في خلال 48 ساعه. احسن لو سيبناه يتقل اكتر من كده ممكن ما نقدرش نشيله. امينه بتروح تقول لابوها ان محمود بريء وان بنتهم اتبلت عليه. يا بنت الكلب مش كده يا حاج. سيبيه يا حاجه، القلم مش هيوصل اصلا، انت مش شايفه المسافه؟ بيروح كمال بيه عند نواعم، فبتقرر سمر ان هي توقعه، وبتقول حرفيا كده لازم اخليه ينبهر بيا، فبتخرج له بالمنظر ده. دي لو قاصده تطفشه مش هتعمل كده. هو الكوبسي ده موسخ ليه كده؟ هم ساكنين في ورشه ولا ايه؟ قطوط وتربو ماسكين محمود معلقينه وبيستجوبوه علشان يعرفوا هو تبع مين. طب تشتغلنا يالا، مش عارف انت بتتعامل مع مين؟ المرة الجاية صفيه. طب ده وقت تضحكنا فيها يا استاذ تيربو؟ ايه الاداء العالمي ده؟ الباتشينو في خطر يا راجل. بيروح محمود للحكومه وبيحكي لهم كل حاجه، وبعدها بنشوف كمال قاعد عند نواعم. كمال بيه بنفسه عندنا، مش عوايدك يا باشا.
انت هتزيط يا نواعم، ده لسه كان قاعد معاكي في البيت من مشهدين. كريم بيروح لمحمود وبيقول له انه هيخطب امينه وعايزه يحضر خطوبتهم، ومحمود بيروح يقعد مع نواعم وبتديله ورقه فيها عنوان وبتقول له في هناك 100 مليون جنيه، قال يعني حد هيعد وراهم. المهم بقى انا عايزاك تروح تجيبهم وهبقى اقول لك امتى. سمر بتروح لكمال بيه فيلته وبتبص على سور حديد كده وبتقول له ما شاء الله جميله قوي، تقريبا عاجبها شغل الحداده اللي هم عاملينه. ممكن اكتبها لك كلها باسمي. انت بتحط ايدك فين يا ريس؟ بتهرش يعني؟ ده جرب ولا اغراء ولا ده ايه؟ بيحاول كمال بعدها يتحرش بيها في مشهد عبثي جدا. يا بنت الكلب. ايه المزيكا دي يا اخوانا؟ في مهندس الصوت، وبعدين مش دي المزيكا اللي بتركب على المقالب؟ اكيد قصدهم ناوي يتحرش بيها كده وكده يعني. والله انا عمال ادور لكم على حلول لان انا بشوفه ده، هعمل ايه يعني؟ قطوط وتربو بيتحبسوا ما تعرفش امتى وليه. ضيعتني، ربي ينتقم منها. تحس قطوط وهو بيدعي كده يعني كان شغال امام مسجد مثلا. بكره نخرج وننتقم منها. نخرج ازاي؟ مش يمكن القاضي يدينا براءه؟ ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ يعني انا قلت هيهربوا، هيبعتوا حد تبعهم يخلص عليها، بس تربو فاجئني الحقيقه. الحمد لله قطوط قال له ان احنا مش هنطلع براءه، فقال له خلاص يبقى نهرب. الشغاله بتقول لسمر ان عادل اتقتل ما ماتش، وان ابو البنت اللي كانت بتحبه هو اللي عمل كده. قطوط بيكلم كمال يقول له ان هو هرب من السجن، فبيقول له قشطه تعالى لي. بس استأذنك يا باشا حد يفك لنا الكلبشات. يعني انتوا جايين من السجن لحد هنا ماسكين في بعض عادي كده ومحدش وقفكم في اي حته؟ محمود بيروح لسمر وبيحكي لها كل حاجه وبيقول لها ان نواعم بتتاجر في المخدرات هي وكمال. بس انا كده اتاكدت ان عادل اتقتل. هما ليه بيكرروها كأن مفيش حد كان يعرف مثلا؟ وليه مصرين على المزيكا دي؟ خلاص انا اسف رجعها. انت ما صدقت ولا ايه؟ في عبث هندسه صوتيه يا اخوانا لا يمكن وصفه. بيروح الرجاله النواعم ويقولوا لها محمود ما جابش البضاعه، فمحمود بيعمل تسجيل دخول وبيقول لها انا عايز 50 مليون واديك البضاعه. ماشي وانا مش هزعلك. هو يوم مش فايت مهندس الصوت زنق حته المزيكا وهاتك يا عجن. نواعم بتبعت رجالتها يخطفوا اخت سمر الصغيره اللي هي عندها في البيت اصلا. يعني هي لو كانت كلمتها في التليفون قالت لها تيجي كان اسهل. ايه من غير ايه؟ ده ايه الخبطه دي يا ريس؟ بتشوفهم امينه فبتاخد توك توك وتطلع وراهم. بتلاقي واحد بيأمن المخزن، فامينه بتنادي عيل صغير كده وتقول له روح قول له يمشي. ومش ده الغريب ان هو مشي معاه، يعني حاجه في منتهى الاهانه للاجرام والمجرمين. هفكك وهنخرج من هنا. عرفت منين اللي انا هنا؟ يا عم خف مزيكا بقى الله يبارك لك. بتمسك نواعم الاتنين وبنلاقي كمال قاعد مع تيربو وبيطلب منه يخلص على قطقوط. سلام. ده كان يوم اسود يوم ما سمعت المزيكا دي. ايه ده؟ معقول انت يا تربو اللي هتقتلني؟ ده احنا طلعنا من الارض زي الدود مع بعض وطول عمرنا قلبنا على بعض. يا ترى بعتني بكام يا صاحبي؟ عشري وابراهيم بيبكوا في الكورنر يا اخوانا. يعني بالله عليك ده شكل واحد واخد طلقه؟ ده مركز بيتفرج على ماتش تقريبا. بيحفر حفره عشان يدفنوا فيها، بس غالبا زهق في النص فقرر يدفنوا على كده. هيسيب ايديه مزرعه من الارض عادي. بتروح سمر لملك وابوها وهم بيهربوا تقريبا وبتقول لها ابوكي هو اللي قتل عادل. على فين يا بهوات؟ الحكومه جايه ورايا. عارف سمر جت قبل الحكومه ليه؟ كانت بتأمن لهم الطريق. شكرا يا سمر. محمود بيروح هو وكريم لنواعم، ففي واحد واقف على الباب. محمود بيقول له وسع انا داخل لنواعم. بيعدي فكريم بيروح ضربه بالنار فور فن كده. فالواد طبعا اللي هو ايه ده انا ما عملتش حاجه بتضربني ليه؟ فبيضرب محمود. انا مش فاهم ايه الغتاتة دي، طب ما تضرب كريم. بتوصل الحكومه وفاكرينه فرح تقريبا. ايه والله ايه يا نواعم؟ بيخش كريم ينقذهم فبيلاقيهم مربوطين بحزام الامان لان نواعم مقفله المخزن ده ارباجات. المهم يا سيدي بيموت محمود وكريم واقف عند قبره لابس بدله سواريه. عارف ليه؟ عشان ده عريس الجنه. اقسم بالله ما هسيب حقك يا صاحبي. من مين يا اسطى؟ ما كلهم ماتوا يا اما اتقبض عليهم. هو تربو ما بيلاقيش غير تربو اللي قاعد بيعوم في حمام سباحه عمومي ولا كانه مجرم هربان، فبيقرر يقلع وينزل يعوم معاه وبينتهي الفيلم.